كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس عام 2002، وهي آخر بطولات الهلال الآسيوي. كرة لماركيزيو لديل بييرو، ديل بييرو بيحاول، لا زال يحتفظ بالكرة، أليكس بيمر بيشوت والكرة في المرمى. هالمرة سجلها أليساندرو ديل بييرو وضعها في مرمى الدعيع. مرة لك يا أليكس ومرة لمحمد، هكذا النجوم يتعادلون. وهنا يذهب أليساندرو ديل بييرو لتحية محمد الدعيع. شال كرة من كراتك الخطرة يا أليكس، والآن يستطيع الأسطورة الإيطالية الحية أليساندرو ديل بييرو من تسجيل أول أهداف المباراة. لمة جميلة وتسديدة جميلة، مثل ما الدعيع ما ودنا يعتزل، أيضا ودنا أيضا أن النجم الكبير أليساندرو ديل بييرو يواصل مع ملعب اليوفنتوس الجديد، مع عودة اليوفي للواجهة مرة ثانية، مع تصدره للدوري الإيطالي، مع حضور كبير. 9 من قبل سمو الأمير سلطان بن فهد، وتوج بجائزة المفتاحة لأفضل رياضي. كرة، هدف ثاني من ديل بييرو، الثاني من ديل بييرو. أليكس ديل بييرو تخصص اليوم في مرمى الدعيع، ولما تجيك من كبير ما تكون صعبة، لكن ديل بييرو يسجل هدف ثاني بأريحية تامة. يضع هذا النجم الإيطالي الكبير لا وجود للتسلل، ووضعها في مرمى الدعيع في يوم الختام. ديل بييرو ثنائية في يوم وداع الدعيع يسجلها أليساندرو ديل بييرو، النجم الإيطالي الأسطوري لليوفنتوس، يسجل في مرمى الحارس الأسطوري لقارة آسيا ولنادي الهلال وللكرة السعودية والعربية. إذا من أسطورة في مرمى أسطورة. ما يبحثون عن الاستعراض في كرة القدم، يبحثون عن النتيجة، يبحثون عن العمل التكتيكي وما إلى ذلك. حتى لو كانت في مباراة مثل هذه هم جايين للاستفادة منها. على فكرة قبل ملاقاة أحمد الدوخي عدى منك إيليا، الكرة لا زالت قائمة، تسديدة قوية وفي المرمى. إيليا يسجل الهدف الثالث لليوفنتوس، هدف ثالث لليوفي في مرمى الهلال. 3 لا شيء، 30 دقيقة أي بمعدل كل 10 دقائق جول لليوفنتوس، والدعيع الوحده هو اللي يواجه الحقيقة اليوفنتوس، لأن الدفاع غير منظم إطلاقا في مباراة الاحتفالية. الكل يمر، الكل ينفرد، الكل يسدد. محمد شال أكثر من 3 أهداف، لكن بعد ذلك استمر الضغط، استمرت مهارات الطليان، مهارات لاعبي اليوفنتوس متتالية، ويضعون الثالث. 3 لا شيء، مثل تويلية وكأنها تحكي واقع مغادرة الدعيع في هذا المساء. هل تعلمون من كاتبها؟ من شاعرها؟ من الذي صاغ كلماتها؟ إنه والد محمد الدعيع. كرة بتلعب في المرمى، هذا جميل، جميل لبيدال، جميل لبيدال. الهدف الرابع لليوفنتوس، 4 أهداف. هدف جميل من بيدال، ورابع في مرمى الهلال في شوط أول. كان الدعيع بمفرده يواجه اليوفنتوس، ولولا الدعيع لكنا نتحدث عن نتيجة أكبر. كرة قاتلة، كرة لكنها جميلة لفيدال الذي يضعها في المرمى بانسيابية رائعة جدا، برشاقة وتكنيك عالي يضعها في المرمى ويعلن عن الهدف الرابع لليوفنتوس. الأبيات اللي قبل شوي قلناها، حتى أن الكثير من المحايدين تحدثوا عن أن هذا الشيء. كرة لسعد، يلا يا سعدهم، يلا يا سعد، الله! الرابع، الذابح، الهلالي، الحارثي، سعد الليلة يا سعدهم، وسعد الليلة يا حبيبهم، والحارثي يضعها في مرمى اليوفنتوس. الله عليك يا ابو مشعل، اشعل المدرجات بمشعل، حطها الحارثي. الله 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 الله، لقطاته، لمساته، مع احلى ايامه. الله يا حارثي، الله يا سعد، الله يا سعد، الله يا سعد، يا سعد، يا سعد، يا من اسعدتهم، ويا سعد اليوم يا عن طريق سعد الحارثي. الله يوفقك يا سعد، الله يوفقك. انتقل من كيان عظيم، وهنا هدف خامس وتصبح النتيجة كبيرة. كليني يقتلها، كليني كل ذا ماتش، قتل المباراة بالهدف الخامس، وضعها في مرمى شراحيلي ليعلن النتيجة تصبح 5-1. هذه الكرة اللي لعبت وتهيأت وسجل من خلالها الهدف
عن طريق كليني الذي يضعها في المرمى. مدافع إيطالي يملك الغيرة الكبيرة جدا على اليوفنتوس. اليوفنتوس النادي الوحيد اعتقد في العالم الذي حينما هبط للدرجة الثانية أغلب نجوم صاحب مجهود صاحب سرعة، لكن بيلعبها حلوة، رد سريع يا بيبي، رد سريع يا بلاك بيري. بيبي يدلعونك، من حقك. حطها سيموني بيبي في المرمى بشكل جميل جدا. أعلن عن سادس الأهداف لليوفنتوس، هدف وكأن ديل بييرو هو من يلعب الكرة الماضية وليس سيميوني بيبي. حطها في المرمى وأعلن عن هدف سادس لليوفنتوس. اليوفي يتقدم ب6 أهداف. السيدة العجوز التي يبدو أنها أجرت عملية تجميل واسترجعت شبابها واسترجعت حيويتها. المسيرة بعد المسيرة العطرة، بعد المسيرة الكبيرة، إنه يجي يوم تكريمك. كرة 7، بيبي أو كويريلا حطها في المرمى وأعلن الهدف السابع لمصلحة اليوفنتوس. 7، هدف سابع الآن لمتصدر الدوري الإيطالي. يفرح عشاق البيانكونيري، عشاق السيدة العجوز، عشاق سيد إيطاليا الأول وكبيرها اليوفنتوس بأرقامه، ببطولاته، بأمجاده. اليوفي اليوم لعب المباراة جد الجد، ما تهاون، يريد أن يستفيد من خلال تواجده هنا ومن خلال هذه المباراة قبل العودة للدوري الإيطالي. هو يضع السابع في مرمى بدر الدعيع ليعلن من خلال النتيجة الكبيرة في أكبر زيارة له في الملاعب العربية. هو جاء لجدة وجاء إلى أبو ظبي واليوم يجي